بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. فهذه الحصون المنيعة من تأليف شيخ الإسلام الرباني المجدد محمد بن علوي المالكي الحسني المكي رحمه الله ونفعنا به آمين. الصلاة الإبراهيمية. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. صلاة الفاتح. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. آية الشفاء. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء وإذا مرضت فهو يشفين فيه شفاء للناس. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة وطرفة يطرف بها أهل السماوات وأهل الأرض وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان، أقدم إليك بين يدي ذلك كله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله، تقال 3 مرات عقب كل صلاة وعلى قدر الاستطاعة فيما سوى ذلك. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. جاء أنها أعظم وأفضل سورة في القرآن، وهي الوافية والواقية والكنز والأساس والشفاء والرقية والدواء، وهي أم القرآن. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. جاء عنه صلى الله عليه وسلم أن من قاله إذا أصبح 10 مرات كتب له بهن 10 حسنات ومحي بهن عنه 10 سيئات ورفع له بهن 10 درجات، وكن له عدل عتاقة 4 رقاب، وكن له حرسا من الشيطان حتى يمسي. ومن قالهن إذا صلى المغرب دبر صلاته فمثل ذلك حتى يصبح. وفي رواية وكان له بكل واحدة قالها عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكن مسلحة وحرسا من الشيطان وحرزا من كل مكروه، ولم يعمل عملا يقهرهن إلا أن يشرك بالله. آية الكرسي. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. قال صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، ومن قرأ عند النوم لا يزال في حفظ الله ولا يقرب الشيطان حتى يصبح، ومن قرأها هي والفاتحة حفظ من أعين الإنس والجن، ومن قرأها وقرأ آيتين بعدها وهما لا إكراه في الدين. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. و4 آيات من أول البقرة وهي ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. و3 آيات من آخر وهي لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
فمن قرأ هذه الآيات لم يدخل بيته تلك الليلة شيطان حتى يصبح. الإخلاص والمعوذتان، وهي قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وقل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد، وقل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن خبيب رضي الله عنه قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وتصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. حسبنا الله ونعم الوكيل. حفظ للنعمة واستجلاب لزيادة فضل الله، أمان لكل خائف وهداية لرضوانه. قال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. وقد رتب عددها بعض السلف ب450 مرة يوميا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. جاء النبي صلى الله عليه وسلم أن من قاله حين يصبح وحين يمسي 7 كفاه الله عز وجل همه من أمر الدنيا والآخرة. سبحان الله وبحمده لا قوة إلا بالله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. جاء عنه صلى الله عليه وسلم أن من قالهن حين يصبح حفظ حتى يمسي ومن قالهن حين يمسي حفظ حتى يصبح. بسم الله آمنت بالله اعتصمت بالله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. جاء النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا حصن حصين من الشياطين وفيه هداية من الخير وكفاية من الشر ووقاية من الضر، وما من مسلم يخرج من بيته يريد سفرا أو غيره فيقول هذا ذكر إلا رزق خيرا في ذلك المخرج وصرف عنه شر ذلك المخرج. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أمر بها صلى الله عليه وسلم وحث على الإكثار منها، وأخبر أنها تكشف 70 بابا من البلاء أدناها الهم، وأنها كنز من كنوز الجنة، وأنها دواء وشفاء ل99 داء، وأنها غراس الجنة، وأنها سبب لحفظ النعمة، وأن من واظب عليها 100 مرة يوميا لم يصبه فقر، وأنها تدفع 70 بابا من الضر أدناها الفقر. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. جاء عنه صلى الله عليه وسلم أن من قاله حين يصبح 3 وحين يمسي 3 لم يضره أو لم يضره شيء. وفي رواية لم يصبه جنون ولا جذام ولا فالج، وفي رواية أن من قاله حين يصبح 3 لم يصبه فجأة بلاء حتى يمسي. أن من قاله حين يصبح 3 لم يصبه فجأة بلاء حتى يمسي، ومن قاله حين يمسي 3 لم يصبه فجأة بلاء حتى يصبح. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده ولا قوة إلا بالله. جاء عنه صلى الله عليه وسلم أن من قاله بعد الصبح 3 ومن بعد المغرب 3 وقاه الله من بلايا 4 من الجنون والجذام والعمى والفالج. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. جاء عنه صلى الله عليه وسلم أن من قاله حين يصبح 3 وحين يمسي 3 لم تضره حمة تلك الليلة ولا ذلك اليوم، والحمة لسعة العقرب، وفي رواية لا يضره شيء. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قال صلى الله عليه وسلم ما أنعم الله عز وجل على عبد نعمة في أهل ومال وولد فيقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فيرى فيها آفة دون الموت. حافظة النبوية. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. جاء عنه صلى الله عليه وسلم أن من قالها لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. صلاة الضحى، وأقل 2 إلى 8 ركعات، ووقتها إذا حلت الصلاة النافلة إلى الزوال، فقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها سبب لبقاء النعمة وسعة الرزق وحفظ الصحة، وهي صلاة الشكر على العافية وتدفع عن صاحبها بلاء يومه ذلك. سيد الاستغفار. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء ذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. جاء عنه صلى الله عليه وسلم أن هذا هو سيد الاستغفار، وأن من قاله موقنا به حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قاله موقنا به حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة.
أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. قال صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. الصدقة وهي ما يخرجه الإنسان من ماله على وجه القربة كالزكاة، وهي تشمل كل خير وبر ومعروف يبتغي به فاعله وجه الله سبحانه وتعالى، لكن الصدقة في الأصل تقال للمتطوع به والزكاة للواجب، وقد جاء أنها تبارك في المال وتحفظه من المصائب وتزيد في الرزق وتبارك في العمر وتجلب الصحة، وهي درع قوي يحفظ من عاديات الدهر وحوادث الزمان، وفي الإسراع بتقديمها حصن عظيم من شر ذلك اليوم لأن البلاء لا يتخطاها. الصلاة والسلام على سيد الأنام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام، وهي أنجح الأعمال وأرجح الأقوال وأزكى الأحوال وأحظى القربات وأعم البركات وأعم البركات، والمواظبة عليه تكفيه هم دنياه وآخرته وتنفي عنه الفقر وضيق العيش وتنصره على أعدائه وتعينه على قضاء حوائجه ونجاح مقاصده، وهذه من فوائدها الدنيوية. أما الأخروية فقد ذكر بعضهم أنها تزيد على 40 منقبة. صلاة الفرج: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة عبد قلت حيلته ورسول الله وسيلته، وأنت لها يا إلهي ولكل كرب عظيم ففرج عنا ما نحن فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم. الاستغفار الكبير للإمام أحمد بن إدريس رحمه الله ونفعنا به: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم غفار الذنوب ذا الجلال والإكرام، وأتوب إليه من جميع المعاصي كلها والذنوب والآثام، ومن كل ذنب أذنبته عمدا وخطأ ظاهرا وباطنا قولا وفعلا في جميع حركاتي وسكناتي وخطراتي وأنفاسي كلها دائما أبدا سرمدا، من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم، عدد ما أحاط به العلم وأحصاه الكتاب وخطه القلم، وعدد ما أوجدته القدرة وخصصته الإرادة، ومداد كلمات الله كما ينبغي لجلال وجه ربنا وجماله وكماله وكما يحب ربنا ويرضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بعد خلقك ورضا نفسك وزاد عرشك من ذلك ملك إلهي، نجي من كل ضيق بجاه المصطفى مال والجميع، وهب لي في مدينته قرارا ونسخة ثم دفن في البقيع، واغفر لي ولوالدي ولمشايخ المسلمين آمين. ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا فأدركنا يا رسول الله يا أحب الخلق إلى الله.